يلا يا حبيبي ادينا دخلنا، يلا احكي لي بقى الموضوع كله بصراحه، مش عاوز ولا تكذب عليا في حرف واحد. يا بابا ما اتفقنا؟ كدبتش يا بابا. لا برضه يا حبيبي، بص يا حبيبي، انا عاوزك بس تفك نفسك كده، فك نفسك، ما تخافش. انت خايف من ايه؟ ما تخافش، طالما ما عملتش حاجه غلط ما تخافش. يا سيدي لو عملت حاجه غلط وربنا لو صالحتني ما هعاقبك ولا هكلمك في اي حاجه، عادي. اهم حاجه عندي ان انت ما تكذبش. ليه؟ لانك انت لو اتعلمت الكذب من دلوقتي هتعيش بقى عليه، هتكبر عليه، هيصبح كل حياتك كلها تبقى كذب في كذب. علشان ايه يا عم؟ علشان انت خايف منه ومش خايف من ربنا؟ معقول؟ لا طبعا. انا ايه؟ هتعصب شويه، هتضايق شويه، هضربك يا سيدي. طب وبعدين؟ يعني ايه؟ ده عقابي، طب ما بالك بقى عقاب ربنا؟ فما تكذبش عليا في اي حاجه. يا عم انت عملت كذا، بوظت كذا، كسرت كذا، خربت الدنيا كلها، تعترف لي، اسالك على سؤال تكلمني بصراحه، ما تكذبش تقول لي حصل مني كذا 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 وفي داهيه اي حاجه. المهم ان انت كويس. اوعى تفكر يا حبيبي ان في حاجه في الدنيا كلها اغلى منك. اوعى، انت اغلى حد عندي، فكل الدنيا تحت رجلك مقابل حاجه واحده. ايه هي؟ الصراحه يا بابا. برافو عليك، الصراحه. ما تكذبش عليا وانا عينيا ليك. يلا بقى قول بقى اللي عندك وبالراحه كده. انا اسف يا بابا، بقول لك على كل حاجه بصراحه والله. بالظبط كده.